الحقيقه والله الواحد زهق من كتر ما بيتكلم عن شاومي، بس برضه لسه بتستمر بمفاجآت، والمره دي بثلاث اجهزه جداد، ريدمي نوت 12 والريدمي نوت 12 برو والريدمي نوت 12 برو بلس. بسم الله ما شاء الله، كرييتيف في الاسماء، كرييتيف. هم المفروض ثلاث اجهزه بس هم في الحقيقه خمسه، لان في اصدارين تانيين هم الريدمي نوت 12 سبيد والريدمي نوت 12 ديسكفر. فدلوقتي المطلوب مني ان اعمل لك فيديو عن كل جهاز فيهم، اعرفك ايه دنيته وكل التفاصيل اللي فيه. وانت بقى مطلوب منك انك تعمل لايك وسبسكرايب وتشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك اشعار كل ما انزل فيديو جديد منه. الفتره الجايه دمار باذن الله. خلصانه بقى، اخر دلع اهو. المهم انا حابب نبدا النهارده بالريدمي نوت 12 برو، فيلا بينا بقى من غير ما نضيع وقت كتير. انا احمد السيد، والنهارده هنتكلم عن الريدمي نوت 12 برو. نبدا كده باول حاجه وهتكون الشاشه اللي هنا من نوع اولد بمساحه 6.67 من 100 انش بجوده فول اتش دي بلس داعمه المليار لون، بدقه 2400 في 1080 بمعدل كثافه بكسلات 395 بكسل لكل انش. كمان بتدعم معدل تحديث 120 هرتز وعليها طبقه حمايه من نوع جوريلا جلاس الجيل الخامس، وكمان داعمه لوضع الاتش دي ار 10 بلس مع سطوع يوصل ل 900 شمعه. سطوع كويس. الشاشه بقى مستحوذه على الجهاز بنسبه 86 من 107 من 10. الشاشه كويسه جدا وبتأدي الغرض سواء في الفرجه على الفيديوهات او الالعاب، وهتستمتع بتجربتها لان هي طبعا زي ما قلنا نوعها اولد، وخصوصا ان معدل السطوع بتاعها 900 شمعه فمش هتقابل معاها مشاكل تحت اشعه الشمس. وكمان معدل التحديث بتاع ال 120 هرتز ده هيخلي الشاشه تجري في ايدك، هتحس بسلاسه طبعا في التصفح ما بين التطبيقات. فنختم كلامنا عن الشاشه بانها كويس. تعال بقى كده اما نتكلم عن التصميم شويه. التصميم الحمد لله المره دي كويس في سلسله النوت، مش شبه الاجهزه اللي فاتت من نفس السلسله، مش شكل الكاميرات الغريب اللي كان بينزل في الاجهزه اللي فاتت. هو مش كرييتيف قوي، هو شبه اجهزه شاومي القديمه، وتحسه اكتر اخد على شكل الريلمي 9 اي اللي كنا عملنا فيديو عنه قبل كده. فككل التصميم كويس، والظهر بتاعه جاي من الزجاج مع فريم من الالومنيوم. من اليمين بقى عندك ازرار التحكم في الصوت وزرار الباور واللي هو في نفس الوقت البصمه، ومن فوق عندك اول سماعه من نوع ستيريو، ونحمد ربنا ان مكان ال 3.5 مللي بتاع السماعات لسه موجود. جنبهم بقى موجود مايك العزل ومستشعر الاجهزه الكهربائيه الاي ار بوس، ومن تحت عندك مكان الاس دي كارد ومنفذ الشاحن اللي بيجي من نوع تايب سي ومايك المكالمات، والسماعه الثانيه اللي اكيد ستيريو يعني مش ناقصه بطل غتات. والشاشه بقى على شكل التصميم الاقرب لقلبي، تحس الشاشه بالتصميم ده قيمه كده. وعندنا هنا كمان شهاده مقاومه لبقع الميه الاي بي 53. عيله النوت 12 ملخبطه المره دي في اشكال الكاميرات، لان كل جهاز منهم نازل بمعدل بيكسل اعلى من الثاني. فالكاميرا الاماميه اللي في النوت 12 برو نازله بدقه 16 ميجا بكسل بفتحه عدسه اف 2.5، وبتقدر تصور فيديوهات بجوده 1080 بمعدل التقاط 30 فريم في الثانيه. عندنا من الجانب الثاني بقى ثلاث كاميرات خلفيه، والاساسيه منهم دقتها 50 ميجا بكسل بفتح عدسه اف 1.9 ومستشعر من شركه سوني ام اي اكس 766، وفيها المثبت البصري الايزو كويس قوي واداؤه ممتاز. المثبت البصري ده من كتر ما هو كويس محطوط في جهاز فلاج شيب شبه الشاومي 13. دي كانت الكاميرا الاساسيه للجهاز. الكاميرا الثانيه بقى دقتها 8 ميجا بكسل بفتح عدسه اف 2.2، وزي ما احنا عارفين دي الكاميرا الوايد بتاعه الزاويه بس. اما بقى الكاميرا الثالثه فدقتها 2 ميجا بكسل بفتح عدسه اف 2.4، ودي الكاميرا بتاعه المايك. الكويس هنا ان الجهاز بيدعم تصوير فيديوهات بجوده 4K بمعدل التقاط 30 فريم في الثانيه، دي حاجه والله كويس. وكمان بيدعم تصوير الفيديوهات بجوده فول اتش دي بمعدل التقاط من 30 فريم لحد 60 فريم في الثانيه، وبيدعم تصوير الفيديوهات سلو موشن بجوده فول اتش دي بمعدل التقاط 120 فريم في الثانيه. عليهم بقى ان هو يقدر يصور فيديوهات سلو موشن بدقه 720 اللي هي الاتش دي يعني بمعدل التقاط من 120 فريم لحد 960 فريم. الجهاز كاميرته كويسه جدا وبتطلع صور احسن من العيله القديمه اللي هي النوت 11. فانا برضه هسيب لك المقارنه ما بين الصور هنا والصور هنا، عايزك تعلي جوده الفيديو وتقول لي رايك في الصور اللي انت شفتها. طب اداء الجهاز ده في المهام اليوميه والالعاب هيكون عامل ازاي؟ خليني بقى اقول لك ان المعالج اللي جاي في الجهاز ده من شركه ميديا تك هو الدايمنستي 1080 بتكنولوجيا 6 نانو اللي هتوفر معاك في اداء البطاريه الى حد ما. فانا حبيت اعرف قوه المعالج ده قد ايه، فحطيته في مقارنه مع معالج من شركه كوالكوم وهو السناب دراجون 855.
ولو جينا نبص بقى هنلاحظ ان السناب دراجون 855 بيتفوق على المعالج ده بنسبه 5%. يعني معالج الدايمنستي 1080 يكاد يكون مقارب للدايمنستي 855، فده رقم كويس. معنى كده ان المعالج ده هيقضي معاك الغرض وزياده. ولو جينا نبص للنقط اللي محققها المعالج ده على موقع اتيتيود فهنلاقي ان هو محقق 497 الف نقطه، وده رقم كويس قوي. اما بقى المعالج الرسومي فهو المالي جي 68، والجهاز جاي بنظام تشغيل اندرويد 12 مع واجهه شاومي ميو اي 13. الجهاز هيكون سلس معاك جدا في الالعاب سواء ببجي او ما الى ذلك، وكمان نازل بثلاث اصدارات من حيث مساحه التخزين والرام، اولهم 128 جيجا مع 6 جيجا رام، و128 جيجا مع 8 جيجا رام، او 256 جيجا مع 8 جيجا رام. وزي ما اتعودنا في اجهزه اليومين دول ما بيدعمش تركيب كارت ميموري، بيدعم بس تركيب شريحتين من نوع اتصال 5G. تقريبا اكتر حاجه حلوه في الجهاز ده غير الشاشه والاداء هي البطاريه اللي هنا ساعتها 5000 ملي امبير بقوه شحن 67 واط، و67 واط بيخلوا الجهاز يشحن من 0 ل 100% في 46 دقيقه بس. خلينا بقى نلخص الكام نقطه الحلوه في الجهاز ده. اول حاجه كويسه جدا جدا هي المعالج، كمان الكاميرا الخلفيه مع المثبت البصري الايزو، وكمان ان هو بيقدر يصور فيديوهات بجوده 4K، والشاشه اللي معدل تحديثها 120 هرتز، والبطاريه اللي اكيد هتكمل معاك اليوم بدون اي مشاكل اللي ساعتها 5000 ملي امبير، والشحن السريع اللي بقوه 67 واط، وكمان السماعات الاستيريو اللي صوتها عالي وواضح جدا. فخلينا دلوقتي نعرف السعر اللي الجهاز ده نازل بيه، ويا ترى هينزل مصر ولا لا. بص يا سيدي، الجهاز ده نازل بالدولار بسعر 270 دولار، يعني لو هينزل مصر ويا رب يثبت على الرقم ده هيكون 11000 ونص. ده للنسخه ال 128 جيجا مع 8 جيجا رام، ده سعر اول نسخه. طب الجهاز هينزل مصر؟ بص، هو لحد دلوقتي مفيش اعلان رسمي من الشركه ان الجهاز ده هينزل، بس انا من رايي بنسبه 80% كده ان هو هينزل. ليه؟ لان الاجهزه اللي قبله السلاسل اللي قبله شبه النوت 11 والنوت 10 نزلت، فانا مستبشر خير ان الجهاز ده هينزل. فايه رايك بقى لو نزل الجهاز ده بالسعر اللي قلنا عليه، انت هتجيبه ولا لا؟ هستناك تكتب رايك تحت في الكومنت. وبس كده كده كون انا خلصت. ما تنسانيش من الشير واللايك كومنت سبسكرايب، واشوفك الفيديو الجاي. سلام.